السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. المهم البنات، اليوم غنشارك معكم واحد الطريقه باش كنطيب السردين اللي كتجي اقتصاديه سهله. المهم كنعرفوا دابا كاين غلا الاسعار، كيجينا الزيت غالي، كنبغيو نقتصدوا شويه، كنديروا شي طريقه اللي كنحاولوا كيف ما قلت لكم نقتصدوا بها. المهم انا كندير هاد الطريقه هذه اللي كنقلي بها السردين، ما كيشربش ليا الزيت، يعني كندير غير واحد شويه الزيت في المقله وكيطيب ليا داك الكيلو ديال السردين كامل، وكيبقى ليا مازال داك الزيت في المقله. هانتوما غادي تتابعوا معايا وتشوفوا. المهم هنايا كيف ما كتشوفوا معايا، اول حاجه كنديرها كنقي داك السردين، كنحيد ليه السلسول، كنحيد ليه الراس والقشره اللي كتكون فيه، ومن بعد ما كنكملو كنعاود نغسلو وكنعاود نقيه مزيان من داك الشوك اللي كيبقى لينا في الجناب، وواحد القشره كتبقى كحل لينا في الكرش ديالو، كنغسل مزيان داكشي حتى كيتحيد. المهم هنايا البنات كنخلي داك الحوض كيتسقطر، كنمشي كنعجن خبيزات ديال الدار اللي كندير فيهم القمح كامل ضروري من الخبز ديال الدار البنات. دابا غادي نخلي الخبز ديالي كيخمر، غادي نمشي نوجد العطريه اللي غادي نصب بها الحوت. كندير هنايا شويه دقيق الفورس، كندير معاه التحميره الحاره اللي كدير في الشرموله ديال الحوت، شويه ديال الكمون، شويه ديال البزار، شويه ديال حبوب الكزبر مطحونه، شويه ديال الملحه. المهم نتوما كتشوفوا الطريقه اللي كندير الحوت، ما كنديرش دوك جوج حوتات اللي كنعمروهم بالشرموله من الداخل ديال القزبر والثومه ونستوهم. انا درت هاد الطريقه اللي كتجي ساهله وما كيشربش لينا الزيت كيف ما قلت لكم في الاول. كنشد داك السردين كنبقى هكا كنسرحو في ديك العطريه والدقيق، وكنقلبو من هاد الجهه ومن هاد الجهه كيف ما كتشوفوا معايا، وكنحطو كامل حتى كنساليه كلشي وكنحطو وكندير الزيت وكنبدا كنقليه. المهم هنايا البنات كيف ما كتشوفوا راه الزيت غير شويه اللي كان في المقله، راه كيبان لكم الحوت ما تغطاش كامل بالزيت، غير داك التحت ديالو اللي كاين عليه الزيت، والفوق ما وصلوش الزيت غير شويه. وهاد شويه ديال الزيت هو اللي غادي نقلي بيه هذاك الكيلو ديال السردين كامل. المهم هنايا البنات غادي نوجد معكم واحد شلاضه او سلطه ديال الخضر كيف ما كتشوفوا معايا. البنات يمكن غادي يجيكم صوتي شويه مبدل في هذا الفيديو، ولكن معليش كان ضربني البرد وكان ضروري خصني نهضر في الفيديو باش نشرح لكم هاد الطريقه هذه اللي كنقلي بها انا السردين، يعني وكنقتصد على الزيت. كندير غير شويه كيف ما قلت لكم، راه غادي تشوفوا الفيديو. واخا بغيت نمونطي الفيديو نحط فيه موسيقى، ولكنني ما غاديش يعني ما غاديش تفهموا اشنو بغيت نوصل لكم. انا بغيت نشارك معكم هاد الطريقه هذه ديال القلي.
المهم البنات ها هو الحوت ديالي من بعد ما طاب كيف ما كتشوفوا معايا، وجدت معاه واحد العصير ديال الليمون، شويه ديال الدنجال قليته شلاضه. المهم كيجي ناشف كيف ما كتشوفوا، ما كيجيش فيه ولا قطره ديال الزيت. وهكا كنكونوا يعني اقتصدنا على الزيت وكلينا الحوت مقلي. وحنا كنعرفوا كلشي الناس كيعجبهم الحوت مقلي، واخا كنديروا الحوت في الفران كنديروا في الشوايه، ولكن ضروري مره كنبغوا هذا الحوت مقلي هذا. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك، واللي اول مره كيشوف قناتي يشترك فيها ويفعل الجرس باش يوصلكم اي جديد حطيته. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.